ازيكم يا جماعه؟ اتمنى تكونوا بخير. الحقيقه انا اتاخرت عليكم ان انتوا فعلا وحشتوني جدا 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 يعني، وناس كتير دخلت تسالني انت ليه ما بقتش بتعمل الحلقات اللي بتقعد تتكلم معانا فيها. هاوفر ان انا ما بقتش بعمل حلقات بقالي فتره كبيره، يعني ما بقتش بعمل حلقات اصلا. قلت ان انا اجي بصراحه في موضوع كده كنت حابب اتكلم فيه، يعني دردشه. فممكن تشغل الحلقه دي في الباك جراوند، ممكن تشغلها في اي وقت، ممكن تكون بتعمل حاجه وتشغلها. هو بس مجرد دردشة وأفكار بس مختلفة حوالين فكرة معينة كبيرة، وهي فكرة الرفض أو الريجكشن. فيعني قلت أجيب الشاي الكرك ده، اختراع بصراحة بحبه قوي، والمج الجميل بتاعي، وقلت إيه اجي اتكلم معاكم. لو انت بقى اترفضت، او صحابك ما بقوش موجودين، او اي شخص في حياتك ما بقاش موجود، في الحلقة دي انا هنا مش هقدر اقول عشان اواسيك، ولكن عشان نتكلم مع بعض. يعني افتكر الحاجات اللي انا اترفضت فيها، وافتكر الحاجات اللي انا رفضت فيها، وافتكر الحاجات دي. في الحلقه دي هنتكلم عن كل ده. فاكر انا اول مره اتخرجت من الجامعه ودخلت، يعني كانت شركه كويسه قوي، فكنت مبلان بقى بعد الجامعه ان انا هدخل الشركه دي. فاكر ان انا اول ما قعدت، في اول ما عملوا لي فون كول انترفيو، اترفضت من الاول كده. مين فينا معاش فكره الرفض، عشر احساس الرفض؟ هتلاقي نفسك دايما فاكر البنت اللي رفضتك، فاكر الشغل اللي ما جالكش، فاكر صحابك لما خرجوا سابوك، فاكر الحاجات دي كلها. دايما احساس الرفض له واقع كده في حياتنا مختلف. الرفض او كلمة لا هي بتبقى النقطة اللي بتتحط في اخر الصفحة. اوقات لما بنكبر، لما بقيت بفتكر مواقف الرفض دي، في منها بتبقى مش عايز تقوله او مش عايز تتكلم فيه، وفي منها بيضحكك. لكن دايما المرة الاولى اللي انت بتترفض فيها بتبقى المرة اللي بتعلم معاك، او هي الاساس، بتبقى هي اول نقطة في الصفحة البيضاء بتاعتك. فمنها بتكتسب يا اما قاعدة ثقة بنفسك، يا اما احساس الرفض بيبقى له واقع مؤلم جدا عليك. السؤال الاهم هو ليه احنا بنخاف من فكرة الرفض، او ليه بيبقى لها واقع مؤلم علينا؟ هو بيكون الخوف من الخسارة، او بيكون الخوف من خسارة حاجة معينة، زي مثلا ان انت تخسر سمعتك قدام الناس، او انك تخسر حاجة انت كنت بتبني فيها بقالك فترة، زي مستقبلك، سمعتك. ففكرة ان انت تجرب حاجة جديدة والناس ترفضها، او مثلا ان انت نجحت نجاح كبير قوي في حياتك فعاوز تحافظ عليه او على الصورة اللي انت عملتها، فخايف تجرب تاني، فممكن تفشل عادي. من صغرنا اهلنا علمونا ان فكرة القبول هي نتيجتها الحب. زي انا لو عملت حاجة معينة بشكل معين، فبتلاقي مامتك او باباك بيبتسموا لك وبياخدوك في حضنهم وبيدوك الحب نتيجة القبول اللي انت خدته. على العكس تماما او على النقيض فكرة الرفض. معنى كلمة لا ان هي حاجة مش مناسباني، ولكن بيتاخد ان انا مش كفاية، فبتلاقي ضربات قلبك بتزيد، بتلاقي نفسك متوتر، بتلاقي نفسك مش عارف تاخد نفسك بشكل كويس. ده كله نتيجة ان انا مش كفاية، او انا فعلا ما استاهلش. فبتلاقي نفسك بتردد حاجات طب تقسو بيها على نفسك، ولكن ممكن يكون الحاجات دي ملهاش اساس خالص من الصحة. وان اللي بيوترك كمان ان اللي قدامك قال لا بكل بساطة. فعشان كده بتلاقي ناس كتير قوي او الاغلبية بتاخد الرفض على انه خلل في الشخص التاني. لما انت بترفض ده بينعكس ان الشخص اللي قدامك بيشغل الديفنس ميكانيزم عنده وبيطلع عيوب في الشخص اللي رفض، او الموضوع بيتحول لعداوة بشكل او باخر. لكن اللي مش بتاخد بالك منه ان هو الرفض ممكن يفتح شيء جواك انت ممكن تكون مش واخد بالك منه، انت ممكن تكون مش عارفه تماما. وان انت ممكن تاخد الرفض عن ان هو اختبار عن مدى ايمانك بنفسك وبافكارك، وانك ممكن تشوف اماكن الضعف في نفسك. مش كل شيء مرفوض من الناس هو شيء سيء او هو المفروض يترمي في الزبالة. يعني بعض الافكار في الحياة ربنا بيقدر ليها انها تترفض في الاول عشان الشخص او صاحب الافكار دي يكتسب قوة للحاجة اللي بعد كده، يكتسب قوة للحاجات اللي ربنا مقدرها له. جون ستوارت ميل كان بيقول ان اي فكرة عظيمة بتتم او بيكون بدايتها هي الاستهزاء او السخرية، ثم بعد ذلك النقاش، ثم بعد ذلك التبني، ان الناس خلاص بتتبناها. حط في دماغك انك لما بتعرض طلبك انت مش عارف مخاوف الشخص التاني او طريقة تفكيره. حتى لو حصل رفض، الافضل ان انت تسأل عن سبب الرفض ده. ممكن يكون هو شيء ملوش علاقة بيك تماما، هو له علاقة بالشخص التاني او بالطرف التاني. دايما بعد الرفض
حاول تقول حاجة ملهاش علاقة بشخصيتك انت. يعني ممكن الوقت مش مناسب، ممكن الكلام اللي انت قلته مش مناسب، ممكن الموضوع يبقى ويرد او غريب بالنسبة للشخص التاني. الرفض دايما هو شيء طبيعي، يعني هو شيء بيحصل لآلاف في الحياة، فمش بيحصل لك انت بس. ولكن مش كل الناس بتتقبل الرفض زي بعضهم. في شخص ممكن تحط نقطة وهي بداية جديدة، الرفض هو مجرد نقطة في صفحة، لكن لسه حكايتك موجودة، لسه حكايتك هتتحكي. الشخص اللي رفضك هو بس مش شايف حقيقتك، ومش لازم يشوفها. انت مخلوق عشان الشخص يشوف حقيقتك، الشخص اللي انت مناسب له. المهم في الجزء ده هو ان الرفض ما يكونش رفض لقيمك ومبادئك، وانك ترفض نفسك بعد ما الشخص يرفضك. يبقى رفض خارجي، خلاص هو شخص رفضني لكن انا مش هرفض نفسي. حاجة اخيرة، هل انت فكرت في يوم عن كلمة لا اللي انت بتقولها كتير دي؟ انا متأكد تماما ان رفضك انت لنفسك بيكون ناتج عنه رفض الناس لك. يعني هي شيء متبادل. لو شخص مش حابب نفسه عمره ما هيقدر يدي الحب ده للناس، او شخص ما عندوش سلام نفسي عمره ما هيكون ضوء للي حواليه او هيدي للي حواليه السلام. اعتقد ان الرفض هو شيء نابع مننا قبل ما يكون نابع من الشخص اللي بيرفضنا، او هو رفض لكل حاجة مش بتتفق مع قناعاتنا، ممكن يبقى فيها جزء صح. فاللي حابب اقوله، قبل ما نتوقع كلمة نعم او القبول من الناس لازم تكون نابعة مننا احنا الاول. فمش عارف الكلام مرتب في الحلقة دي او لا، لكن يعني كان مجرد كلام انا كنت حابب اقوله. وطبعا زي ما بقول كل مرة بندردش فيها سوا، انا الكلام ده بقوله لنفسي قبلكم. انا مش دايما بعمل بالكلام ده، مش دايما بعرف، ولكن بحاول اعيده عشان اتعلم، عشان اعرف بعد كده. اتمنى تكون الحلقة دي عجبتكم. متنسوش طبعا لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتعالوا انستجرام، بعمل حاجات حلوة عليه اوقات. واشوفكم الحلقة اللي جاية. سلام.